انا بيكلموني هكذا ولمحت انا في فيديوهات هكذا انتشرت لك خفيفه ان معك صوت حلو. ايوه. سمعني صوتك قبل ما ندخل في السؤال. ايش ادي لك من اغنيه؟ والله اي حاجه. اي شيء منك حلو يا بسام. خلاص. ابن الذين وحشني موت واصل وذكره على بالي، الكلمة الحالية والصوت اللي هي أحلى من الحالي. الله 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 يا بسام، والله انه انت احلى من الحالي. هذا الطفل الصغير اللي حاطط يده على خده حامل هموم كبيرة تفوق عمره، يحاول ببساطة عن طريق الميزان يكسب لقمة العيش الحلال. أحيانا يلاقي ناس تتجاوب معه وتعطيه، بالكثير من الأحيان ناس تتجاهل وجوده في الشارع وأمام الميزان. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. ايش تفعل؟ انا اشتغل. ايش؟ بالميزان. عرفني اسمك. بسام. بسام من؟ بسام يوسف صالح الريمي. بسام الريمي. يا بسام انت اول شيء وقبل كل شيء هكذا، شوف انت داري انك لفت انتباهنا في الشارع، ولد عسل ما شاء الله يا بسام، وتطلب الله بعرق جبينك، احلى من هكذا ما فيش. ايوه. ربي يحفظك يا بسام. امين. تدرس؟ ايوه. صف كم؟ خامس. خامس ابتدائي. كيف الدراسة معك يا بسام؟ احلى مش الدراسه، احلى حاجه الدراسه. طيب كيف تعرف يا بسام تناسق بين الدراسة والعمل؟ يعني ادرس واشتغل المغرب واروح اذاكر. تدرس وتذاكر؟ ايوه وبكر الصبح وهكذا كل يوم. يوميا؟ يوميا. طيب ايش اللي يجبرك يا بسام انك تخرج تطلب الله وتشتغل يعني؟ الظروف. ما لها ظروفك يا بسام؟ يعني اشتري لبي حق العلاج وهذا. تشتري لابوك علاج؟ علاج ايش؟ من حق السكر والضغط. يعني انت الان اللي متكفل بعلاج ابوك السكر والضغط؟ ايوه. لا حول ولا قوة الا بالله يا بسام، انت والله اسد، انت مش شيبل، انت اسد. طيب الوالده الله يحفظها بسام، ابوك